السلام عليكم. وانا بفتش في التلاجة لقيت نص فرخة كانت تقريبا قربت تفرهد في التلاجة. هنحط لها كده هوت بصلاية وطماطماية مرتة، ونحط عليهم عود من القرفة وورق لورا، وهنجيب حلة فاضية وفيها مكعب من الزبدة وشوية من زيت الزيتون، ونقوم حاطين عليها الفراخ ونديها تقلبتين على النار تتشوح كده هوت وريحتها تطلع. يا سلام يا سلام على الروايح، وننزل عليها بقى بشوية مية مغليين كده ونسيبها تستوي على النار. ويلا بينا أوريكوا صلصة المكرونة. ننزل في الخلاط بأربع طماطميات وقرن فلفل وعليهم معلقتين من الصلصة وعليهم مكعبين مرقة وملح وفلفل أسمر وبابريكا وشوية شطة، وهنديهم ضربة في الخلاط. وفي حلة فاضية هننزل بشوية زيت زيتون وعليهم معلقة من الثوم ونقلبهم نديهم تقليبة، وبعد كده نحط الصلصة ونسيبها لحد ما تتقل. ونجهز مية المكرونة ونسيبها تغلي، ونجهز البقسماط ونحط عليه شوية كده من التوابل الحلوة، وبعد كده هو تحط عليها معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق ونقلبهم كويس، وبعد كده نجيب بضاية ونحط عليها قليل من الشوربة علشان خاطر نزود كثافة البيض، بس الشوربة تكون باردة شوية، وهنقلبهم وبعد كده ننزل فيها الفراخ ونحطها في البقسماط. وهنا قرة عيني قرر انه يساعدني ويحط المكرونة في المية. يا عيني ويا عيني وقلب يا سيدي كأنه بيقلب في قلبي من جوه. وهنا بقى كان سمك الطماطم اللي احنا عايزينه، وهنا المكرونة خلصت ونزلنا عليها بالطماطم علشان خاطر انا سرحت مع الحب شوية. وخطوة الجبنة دي يا ريت ما تعملوهاش، لو انتوا واثقين في الجبنة بتاعتكم انها هتسيح حطوها، مش هتسيح ما تحطوهاش عشان ما يحصلش زي ما حصل معايا. وهنا بقى الحب وهو بيحمر الفراخ وكأنه بيحمر قلبي. شايفين خطوة الجبنة ايه اللي حصل فيها؟ ما ساحتش على المكرونة، بس الطعم حكاية. بالهنا والشفا.